الحرس الجمهوري السوري أحد تشكيلات القوات المسلحة السورية، وهو الفرقة الأقوى والأكثر تسليحا وتطورا مقارنة مع باقي فرق الجيش العربي السوري. بعد تشكيله في العام 1971 أنيط به حماية النظام السوري وكبار المسؤولين في الحكومة، إضافة إلى العاصمة دمشق، من أي تهديدات أو عدوان خارجي. تشكيل الجهاز العسكري تزامن مع الخلافات بين الأسد الأب وجماعات فلسطينية معارضة له، ثم انتقل ليأخذ دورا مهما في الصدامات المسلحة مع حركة الإخوان المسلمين السورية في حماة وحلب وغيرها. يتألف لواء الحرس الجمهوري من 10,000 إلى 15,000 عسكري يتوزعون على فوج مدفعية ولواء مدرع خفيف و3 ألوية مدرعة ثقيلة. جنود هذه التشكيلات يتلقون تدريبات قوات النخبة، وغالبية أفراده من العلويين، ويختلف كليا عن الفرقة الرابعة التي هي إحدى فرق الجيش السوري بقيادة ماهر الأسد. العديد من أعضاء أسرة الأسد خدموا وما زالوا في الحرس الجمهوري، فبشار كان عقيدا وقائدا للواء فيه، أما ماهر فوصل إلى رتبة عقيد فيه قبل أن يتسلم قيادة الفرقة الرابعة. مع بداية الانتفاضة السورية وبحلول نهاية يونيو من هذا العام، اشتبك الحرس الجمهوري مع متظاهرين على مشارف دمشق وبالقرب من مجمعاته السكنية وقواعده في ضواحي قدسية وحماة. ويعتبر العميد مناف طلاس من أبرز القادة المنشقين عن هذا الجهاز منذ اندلاع الثورة قبل 16 شهرا. مصطفى خطيب.